السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ طبعا كلكم مستغربين انا ليه انا اللي بدأت مقدمة مش ماما. طبعا انا عشان جيت يعني مع ماما فلازم الدخول يكون مميز وكده. ماما انا اللي قلت لها انا اللي عايزة ابدأ ومقدمة وكده يعني، فخليها تكمل. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وعلى خير. اهلا وسهلا بيكم في قناتكم وقناه جسور المحبه. عايزه اقول لكم ان جينا يعني هي في المدرسه مذيعه المدرسه، يعني هي اكتر واحده بتعمل اذاعه في المدرسه، بسم الله ما شاء الله عليها يعني. الفيديو بقى اللي معانا النهارده، احنا كنا عملنا قبل كده فيديو عن حمله المليون شجره الموجوده في الجزائر، بس احنا كنا عملناها عن الولايات، في ولايات مختلفه من الجزائر. المرة دي بقى من قلب العاصمة الجزائرية. تعالوا نصلي على رسولنا الكريم، اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. شوف الفيديو ونرجع نعلق عليه. إذن احنا بمناسبة اليوم الوطني للشجرة، يعني وقفنا اليوم وفقة السيد وزير البريد والمواصلات على انطلاق عملية التشجير اللي نظمتها يعني هنا على مستوى ولاية الجزائر بالتنسيق مع المديرية العامة للغابات، واللي راح تمس كل المقاطعات الإدارية للولاية. عملية تشجير مثل هذه يعني تساهم في الحفاظ على الغطاء البيئي، والغرض منها يعني هو خاصة العمل التحسيسي يعني بالنسبة للمواطنين بصفة خاصة بالنسبة للشباب والأطفال، باش في المستقبل هما راح يحافظوا يعني على الطبيعة وعلى التنمية المستدامة. العادة الوكالة حاضرة في جميع التظاهرات الوطنية. اليوم رانا حاضرين في كل ما يتعلق بغرس 1 مليون شجرة. البارح قمنا بالتنسيق على مستوى المديرية العامة مع جميع الفروع الجهوية 10 و49 وكالة ولائية و547 يعني خلية مرافقة. التنسيق كان محكم حتى يكون العمل مجسد في الميدان اليوم. حتى عائلة العمال هم حاضرين معنا في الميدان كما راكم تشوفوا معنا اليوم، وكذلك حتى المستفيدين من الوكالة قمنا بالاتصال معهم والتنسيق معهم حتى يكونوا حتى هم يعني فاعلين. 1 مليون مستفيد يعني ماذا بينا يكونوا حاضرين ايضا معنا، وكان قمنا يعني بالاتصال والتنسيق معهم. ان شاء الله نكونوا المبادره الاولى ومش حتكون الهديه الاخيره في تكون ان شاء الله نساهموا في تكون الجزائر خضراء وتكون خضراء باذن الله. كمبادره نثمن مبادره مثل كما هذه، وماذا بينا يعني يكون سويفي سورتو لو سويفي من بعد التشجير هذا. لازم يكون التنسيق فيما بيننا ونكملوا السقي بعد الغرس ضروري جدا، باش هذا التعب هذا اللي راه موجود 12,000 شجرة ماهيش حاجة بسيطة يعني صراحة، يعني راه مشروع كبير ونثمن هذه المبادرة هذه. وماذا بينا احنا كذلك ورانا نشوفوا الشباب، حتى الشباب مشاركة الأولاد منا راهي بقوة، وهذا هي لو ميساج الهدف اللي نرسلوه للدراري هذو الأجيال القادمة باش كذلك يشدوا المشعل هذا. قولي لي بقى الفيديوهات اللي احنا عملناها كلها عن الجزائر وعن حملة المليون شجرة، ناقصها مين يبقى موجود؟ يعني طبعا لو مش عارفة قولي وانا اقول لك. انا مش عارفه يعني. بابا طبعا، بابا اللي عمال يزرع لنا في البلكونه بجد احنا عمال يزرع لنا جرجير ويزرع لنا نعناع وباركولي. يا جماعه انا معايا محصول فلفل ممتاز، معايا شجره فيها فلفلتين وشجره فيها فلفلايه واحده، بسم الله ما شاء الله. وفي شجره منهم كان فيها ورق كتير وفلفل، وهو عمال يقول لي احنا المفروض ننقلها في حاجه اكبر. اقول له لا الفلفلايه هتموت، المفروض ننقلها في حاجه اكبر. اقول له لا ده احنا ما صدقنا طلعت، ده بقالها سنه. وفي الاخر خالص صحينا من النوم هو رايح يسيها لقى كل حاجه لقى الورق كله مش موجود غير الفلفلايه. لو حد يا جماعه ليه في الزراعه او في الفلاحه زي ما انتم بتقولوا كده ويقول لنا تفسير علمي مثلا، اقول له طب يمكن العصافير كلتها. قال لي هتاكل كل الورق وتسيب الفلفلايه؟ مش فاهمه.
ففي المشروع ده على ضمانتي خدوا محمد. محمد لا ليه صبر للزراعه وليه كيف للزراعه، بسم الله ما شاء الله. يعني هو حلم حياته اصلا ان احنا بعد بقى ما البنات تكبر وكده ويتجوزوا بقى ويسيبونا نعمل بيت صغير كده في جنينه وخلاص، وناكل اللي نزرعه ونزرع اللي ناكله. حياة تبقى بسيطة، لان هو زي من الضوضاء خالص. يعني بسم الله ما شاء الله. يعني القاهرة بقت زحمة، والقاهرة كلها كوم، والحي اللي احنا فيه بقى كوم تاني. كل مش القاهرة اللي لا تنام، الحي اللي احنا فيه هو اللي لا ينام. لا بصراحة مبادرة حلوة جدا جدا وجميلة، بسم الله ما شاء الله، وكلها حب كده. وانا في الفيديو اللي قبل ده كنت لاحظت ان كان في طفل صغير كان داير بحاجة ساقعة او مشروب، يعني مش عارفة تقريبا شفتيه، مشروب جزائري او حاجة زي كده، كان بيدي للناس لان برضو الجو لسه حار. فشايفة التعاون، كل الناس طالعة بتزرع، يعني مش مثلا مش ناس مختصة معينة او ناس تبع وزارة الزراعة، لا كل واحد طالع يزرع شجرة. دي حاجة حلوة جدا ومبادرة حلوة، وانت لما بنفسك تتعب في الحاجة هتحافظ عليها. فيديو جميل، وان شاء الله كل الخير للجزائر وكل الخير لمصر بلدي وكل الدول العربية والإسلامية يا رب، اللهم امين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.